عارفين إن معبد أبو سمبل مرسوم على جدرانه أول اتفاقية سلام في التاريخ؟ والاتفاقية دي كانت بين القدماء المصريين والحيثيين اللي هم بلاد الأناضول في آسيا، اللي هم دلوقتي تركيا والعراق وسوريا. الحرب ما بينهم بقى استمرت لمدة 23 سنة بحالهم، لحد ما قامت معركة قادش اللي هي سوريا حاليا. والطرفين سواء القدماء المصريين أو الحيثيين فخسروا خسائر فادحة. الطرفين لما لقوا ان في خسائر كبيره جدا ليهم فقالوا احنا لازم ننهي المعركه دي باتفاقيه سلام، وحطوا بنود اساسيه في الاتفاقيه دي علشان يمشوا عليها الطرفين. وكان من ضمن البنود الاساسيه فيها بنود عسكريه ودبلوماسيه وقانونيه علشان بس تنظم العلاقات الدبلوماسيه بين القدماء المصريين والحيثيين. واللي وقع على الاتفاقيه دي كان رمسيس الثاني ملك مصر، ومعتلي ده كان ملك الحيثيين. كان في بند أساسي من بنود المعاهدة، كان شرط أساسي إن الاتفاقية دي تكون صالحة بين الطرفين، وهي جواز رمسيس الثاني ملك مصر من بنت ملك الحيثيين، وده لضمان الأمان بين الطرفين علشان بس محدش يقل فيهم ببنود المعاهدة. أصلا علشان حرب تستمر 23 سنة فكان لازم يتوضع لها حد، وعلشان يضمنوا السلام ما بينهم فجوزوا رمسيس الثاني لبنتهم.